السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله جاي لكم بفيديو جديد هنعمل فيه مع بعض طريقة تقطيع البانيه. بنات كتير مش بتعرف ان هي تقطع البانيه وبتضطر ان هي تشتريه جاهز من بره. فمن النهاردة بقى هتجيبي الفرخة سليمة وهتعمليها في البيت بكل سهولة جدا ومش هياخد منك اي وقت. تابعوني في الفيديو عشان خاطر تعرفوا انا عملته ازاي. بس قبل ما ابدأ الفيديو بتمنى منك انك انت تعملي لايك، ولو انت اول مرة بتشوفيني تشتركي في القناة وتفعلي زرار الجرس عشان اي فيديو انزله يوصلك الاشعار بتاعه. يلا بقى بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة هتجيبي صدر من الفراخ. تكوني خالية الجلد كده منه وتكوني شايلة العظمة بتاعة الجناح كده، يعني يكون بس يدوب الصدر بس والعظمة بتاعة القفص الصدري. وتكوني برضو شايلة الطبقة اللي بتبقى مزلقة كده من على اللي هي بتبقى تحت الجلد دي. اول حاجة بقى هنجيب بلانشا وبعد كده هنجيب الفراخ بتاعتي، وهتحطي الصبع بتاعك على القفص الصدري كده بتاع الفراخ، وهتبتدي انك انت تخلي كده من الجوانب، هتفرغي كده، هتشيلي كده زي ما انتم شايفين كده بالسكينة وانا بعمل. هتفرغي كده علشان خاطر تطلع معاكي قطعة الصدر سليمة، من غير ما تكون فيها اي عظم ومن غير ما تتهري معاكي. انا هنا كده طلعت اول واحد اهوت ومش سايبه فيه لحم كتير، حاجات بسيطه جدا هي اللي متسابه فيه. بعد كده برضو هعمل الجنب التاني بنفس الطريقه دي. هنا كده خلاص كنت خليت الجزئين كده مع بعض. هبتدي بقى ان انا اجيب السكينه بتاعتي واحط ايدي كده واضغط على قطعه الفراخ، وبعد كده همرر من تحت السكينه. انتي بتبقي عارفة السكينة واصلة لحد فين من عن طريق احساس ايدك، وبتتحكمي بقى في النقطة ديت لو انتي عايزة القطعة رفيعة او انتي عايزة القطعة سميكة. انا بحبها وسط كده، ولا هي رفيعة عشان خاطر ما تنشفش مني وانا بحمرها، ولا هي سميكة لدرجة ان هي ما تبقاش حلوة لما تبقى بانيه. فبعملها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. اهم حاجة حرصي في الخطوة ديت علشان خاطر السكينة ما تعوركيش. انتي اول مرة كده بتحسي انك انتي خايفة من الموضوع، بس بعد كده بتاخدي عليه وبتبدأي انك انتي تقطعيه بكل سهولة. لو انتي بقى لسه مبتدئة فيه واول مرة تعمليه، يستحسن انك انتي تحطي في الفريزر ربع ساعة يتشمع كده ويبتدي ان اللحم بتاعه ينشف كده شوية، وبعد كده تقومي مطلعاه وتعمليه هيطلع معاكي بكل سهولة، وتيجي تقطعيه بكل سهولة. هنا بقى القطعة اللي هي عاملة زي الفليتو كده في اللحمة، برضو بعملها كده بقسمها نصين كده وبسيب اخر حرف منها كده سليم، وبتبقى معايا كده حلو. فاضل بقى اللي هي الجزء الرفيع اللي في الاخر ممكن تعمليه نجريسكو، ممكن يعني تجمعي كده كام قطعة كده من البانيه وتعمليهم نجريسكو. بيبقى حلو برضو، او تعملي شاورما مش شرط يعني نجريسكو. هنا برضو الصدر التاني بقطعه بنفس الطريقة اللي انا قطعت فيه الاولاني. زي ما قلتلك بتتحكمي فيه على حسب السمك اللي انت عايزاه. انا هنا خلاص خلصت الكمية كلها، وهو زي ما انتوا شايفينه عمل لي الطبق الكبير وعايزة اقول لكم ان حجم البنهاية قطعة محترمة، يعني القطعة ما شاء الله قطعة محترمة. تكفي فرد، جميلة جدا وطريقته سهلة جدا، وهتعمليه في البيت من غير اي تكاليف ولا حاجة. يا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم، وتكون الوصفة بتاعتي عجبتكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.